كما قلنا ذكرنا بعض الأشياء ما نريد نكررها في غير هذا المجلس، ونريد نبدأ بشيء جديد، لكن نشير إلى أن الجوار أو الجار ذو القربى الذي قصدته الآية له أكثر من تفسير. بعضهم يقول الجار ذو القربى الجار اللي من قرايبك من أرحامك، والجار الجنب هو الجار البعيد مو من أرحامك. الزجاج يقول لا، الجار ذو القربى اللي يقربك بالمكان، والجار الجنوب البعيد يعني سوق شعلان غير هالمناطق. الآخر المسلم أو الشيعي الإمام المفسر يقول الجار ذو القربى الجار المسلم، والجار الجنوب هو غير المسلم. بس هاي النظرة الإسلامية الشمولية لمسألة الجوار، وذهبنا إلى تفاصيل في ذلك. نريد أن نعرف من خلال رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، كتيب صغير جدا اقتنيه من المكتبات وشوف شنو الواجب عليك تجاه أبوك، تجاه أمك، تجاه صديقك، جيرانك، أخوانك، منطقتك، زوجتك، وكذلك حقوقهم أيضا، واجبات وحقوق كلش مهم. يعني هذا الإنسان يحتاجه في أبسط تفاصيله. اقتنيه وصغير هو وجميل جدا، يخليك تتمنى أن تقرأ الصفحة اللي بعدها. اسمه رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه. فيقول يجب على الجار أن لا يؤذي جاره بأي شكل من الأشكال. طبعا هذا بشكل يعني مطور فرضا، يعني واحد هسه حتى يقول احنا مشينا مدى أبعد، إذا واحد جيرانه مثلا صفى جامع، هذا الجامع شرعا هي مسألة وصار فيها شكاوى وايد. إذا واحد صفى جامع هل يجوز لصاحب الجامع المتولي على الجامع أو اللي مسؤول الآذان بالجامع أن يفتح مكبرات الصوت من الصبح بالستة إذا فاتحة لليل، وهاي السماعات 5، يقولنا براس هذا المسكين جيران المصفى يصير يجي للمشكلة ما يجوز إلا سماعة داخلية، يفتح السماعة الداخلية. أنت مخلي ذني 6 أو 7 للناس فما يديتهم ليش تطلبهم؟ أكو مريض، أكو يريد يقرأ امتحانات عنده، مو على راس القرآن يقول أبو المؤمن هذا منحرف، هذا راح يخرب القضية كذا. أو مثلا عندك مثلا عاشور طبعا واحد أنا قلت له وعلي فجاء واحد قال عمه ابونا الوالد تشتكي من عنده وبيخلي السماعات كبار وقرايه، القرايه صحيح قرايه مستمره، جاي مو مشكله بالتلفزيون ما تنقطع هاي العقيله والقناه هاي ابو عزيز عمل ولا مو حاط السماعه البيوت مناسقه واحد يم الثاني، من اول ما يقعد زي ما يقعد من الفجر، من اول ما يقعد لحد الليل وحتى بالليل ضجه الوادم هذا يصير بالشرع؟ لا ما يصير. بعض الناس شالت بالولايه تركت المكان لانه يعطون الواحد هي غدله فهم، مساله فهم ومعرفه بالشريعه، هو ماخذها على الخيوليه بس مو الخيوليه طوخه مو زينه، كل شيء طوخ مو حلو. اذا تسال المشرع الاسلامي يقول لك 5 دقائق قبل الاذان، 5 دقائق قبل الاذان والآذان وادعوا للمؤمنين والمؤمنات والله محمد وعلوياك، هذه وظيفة الجامع غيرها ماكو. المهم احنا هاي تحدثنا عنها ما نسولف بعد فيها اكثر، واسال انت المشرع الاسلام وشوف شنو الجواب، اسال اي واحد. نجي الى يجب على الجار ان يحترم حرية جار. شلون يحترم حرية جار؟ مثلا نقول أن الإنسان عندما يذهب إلى العمل، كلنا عندنا أعمال، من تمشي للعمل إذا جارك خوش إنسان خوش آدمي ومطمئن إليه مطمئن له وتعرفه جار حقيقي يعني ينوب منابك، تبدع بعملك لو ما تبدع بعملك مستقر مطمئن. إذا أنت معلم هم تبدع بدرسك، إذا أنت بأي وظيفة بعمل حتى لو عمال بكل شيء أنت تبدع ومستقر ومطمئن في ميدان عملك. ليش؟ مطمئن على أهلك من جارك. لكن خذ هذا الشيء، إذا كان جارك سيء
واولاده سيئين، وانت عندك اولاد وتخاف على اولادك لا يتعاركون، تستقر بعملك؟ ابدا ما تستقر، راح تخاف عليهم. والعم ذولا يكبسلون والشغلات يسوون، خاف يتشاتلون ما حتى بالعمل ما مستقر. فاذا وين ترجع؟ حسن الجوار. اذا جارك زين انت حتى مستقر نفسيا ومطمئن. مساله حريات الجار مهمه جدا. يعني اذا جينا للفقه الاسلامي احنا ترى بس نسمع سمع، عندنا فتاوى هسه مراجعنا كل واحد يقلد له مرجع، كل واحد يقلد له مرجع. اغلب الناس والله حتى المسائل الشرعيه ما المرجع ما